شهدت المباراة التي جمعت بين نادي الترجي التونسي وضيفه شبيبة القبائل للجزائري مواجهات عنيفة بين الشرطة وجمهور الترجي التونسي سبب نشوب حريق بين المدرجات في أرضية ملعب حمادي العقربي بيراديس الذي يحتضن مباراة الترجي ضد شبيبة القبائل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية. شهدت المباراة التي جمعت بين نادي الترجي التونسي وضيفه شبيبة القبائل للجزائري في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا. وقع شغب بين جماهير الترجي وقوات الأمن في ملعب حمادي العقربي براديس، حيث تسبب في ارتباكات بين الجماهير والأمن خلال فترة استراحة بين الشوطين. وشهدت إحدى زوايا المدرجات تفجيرات ونيران، مما دفع قوات الأمن لاستخدام الغاز المضاد للشغب. وتأخر انطلاق الشوط الثاني من المباراة بسبب نشوب حريق بين المدرجات وأرضية الملعب بسبب مشادة بين جماهير الترجي وقوات الأمن التونسي، وسط محاولات من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق. انتهى وقت الشوط الثاني من مباراة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل للجزائري بالتعادل، وتأهل الترجي التونسي إلى الدور نصف النهائي بفضل فوزهم في المباراة الذهاب هدف مقابل 0. نحن سعداء بمشاهدتكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. نود أن نطلب منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا للاطلاع على كل جديد. وبهذا ينتهي نشرتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على المتابعة. مع السلامة.